يدي ليلتنا تمشي الكرة اللي فاتت هي اللوبية وفرصة تسديدة جول 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 افرح يا زول الكرة في الجول يفعل هلال الأبيض هلال التبلدي منتشي بهدف أبو بكر بعد خطأ على مستوى التغطية الدفاعية. أخيرا يأتي الهدف لفريق هلال الأبيض عن طريق اللاعب البديل أبو بكر. هذه الإعادة مجددا تصدي من محمد أبو جبل ومتابعة مثالية من البديل أبو بكر يحصل الكرة براحة ويسدد. نعم الكرة تستقر في شباك مرمى محمد أبو جبل. تتغير النتيجة مشاهدينا الكرام في هذه الأثناء وفرحة نعم ولقطة مؤثرة للمدرب أبراهوما المنتشي بهدف نعم عن طريق أبو بكر. كيف ستكون ردة فعل نادي سموحة؟ هدف بكل تأكيد سيخرج المباراة من خانة الرتابة. تباطؤ المدافعين عناصري نادي سموحة الذي يسابق الزمن الآن من أجل الضغط على مرمى الأكرم. هذه فرصة 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 جول 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 يفعل نادي سموحة مشاهدينا الكرام. يتعادل الفريق المصري في هذه اللحظات بعد تسديدة قوية لا تصد ولا ترد. أخيرا ينجح نادي سموحة مشاهدينا في إدراك هدف التعادل. مساحات هنا وفراغات موجودة في دفاعات نادي هلال الأبيض. تسديدة قوية أيمن أشرف نعم أيمن أشرف يتمكنون من إدراك هدف التعادل. أم هو إسلام محارب؟ نعم إسلام محارب من منح هدف التعادل لفريق سموحة في هذه اللحظات. من كان في مراقبة إسلام محارب؟ لا أحد كان في متابعة إسلام، لا أحد كان في مراقبة إسلام وحده على الجهة اليسرى. بالفعل يتمكن من التسجيل. شوف الإعادة، تمريرة ذكية من مانجا هو اللي أندسها، مانجا هو اللي حضرها، ثم التسديدة من إسلام محارب اللاعب السابق لنادي الكونة. بالفعل ياسم الحارس أكرم الهادي. 1-1 على بعد 5 دقائق من داخل منطقة الجزاء. ترفع كرة خطيرة خطيرة جول 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 جول. افرح يا زول افرح يا زول ارقص يا زول. الكرة في الجول. أجواء هستيرية، أجواء رائعة، أجواء فرحة كبيرة في المدرجات. الكل يغني على ليلى والكل يرقص بطريقته الخاصة بعد هذا الهدف القاتل نعم لفريق هلال التبلدي. صعب أن تربح في قلعة شيكان يا سموحة. هذه الإعادة لكورة الهدف الثاني، هدف الانتصار، هدف ال3 نقاط، هدف الصدارة السودانية في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.